السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟ طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم شباب جايب لكم موضوع 4-5 شغلات تقريبا رح نحكي عليها إنه أنت تصير حلاق، يعني محترف، حلاق ملتزم، حلاق يصير عندك زباين بشكل جنوني. أول شغلة شباب نحن لازم نعرفها، قبل لازم تحطوا لنا اشتراك شباب تدعمونا، وخلونا نوصل هذا الفيديو 200 لايك. انا كوافير رام بحكي عن كل شيء بخص الحلاقه الرجاليه، وان شاء الله قريبا رح يصير في شغلات وقصص وغريبه وهي القصص، ورح نجيب لكم كل شيء يعني ولخص لكم المصلحه كلها بشكل كامل بفيديوهات ان شاء الله رح تنبسطوا فيها. هدفها المتعه والاثاره، وحطوا لنا لايك شباب، مع كل لايك رح يطلع لكم ماكينه جولد ماجيك من عندي انا حصرا. طبعا اول شغله شباب نحن لازم نفهمها انه نحن لما بدنا نشتغل بمهنه الحلاقه الرجاليه، مهنه الحلاقه شباب بدها وقت كثير لحتى نقدر نحن نهيئ حالنا نفسيا، ونقدر نحن تكون امورنا كلها تمام. كيف يعني؟ يعني نحن نفسيا كيف لازم نكون؟ اول شيء اول ما بده يفوت لعنا الزبون بدنا نستقبله بضحكه. اوكي؟ يعني هاي اول خطوه، هي انه انت بدها تكون نفسيتك تمام. ما فيك انت مثلا يجيك زبون وتكون مثلا ملامحك ناشفه معه، وتكون انه انت مثلا انسان مبين انه انت عليك التعب. الزبون ما بيفهم هذا الحكي ابدا شباب. هي بالنقطه يعني بالبدايه، بالنقطه الاولى لازم نفهمها انه نحن لازم نكون نفسيتنا تمام، ونكون دائما يعني بدنا حتى لو بدنا نتصنع نحن انه نحن مبسوطين. نحن هيك ما يعني برجع بقول لك الزبون ما بهمه انه انت شو صاير معك وشو مشاكلك الشخصيه. فدائما شباب لازم نكون نفسيتنا تمام ومرتاحين، امورنا كلها تمام. هاي بالبدايه يعني في كثير اسباب لهذا الحكي شباب. ثاني شغله شباب هي انه نحن لازم لما نكون عم نشتغل واثناء العمل ما نمسك موبايلنا ابدا وما نلتهي ابدا. اول شيء كرمال ما نضيع وقتنا، ثاني شيء كرمال نحن نقدر يعني نستثمر الوقت تبعنا بقدر الامكان، ودائما نحسسه للزبون انه نحن خلص مركزين على القصه، مركزين على الامور كلها. يعني انا ما فيني مثلا انا عم بشتغل لزبون امسك جوالي واحكي مثلا واتساب او فيسبوك او انستا او اتصفح شيء، ابدا ابدا. ما بدنا نضيع وقتنا شباب بهذا الحكي وبهاي الامور السلبيه اللي راح يشوفها الزبون، لانه هون الزبون راح يعتبرك انت عدم يعني انسان عدم التزام موجود عندك، مانك ملتزم بشكل كامل، مانك انسان حابب تشتغل، عم تشتغل من قفا. هاي القصص كلها شباب كثير مهمه. نحن الموبايل حصرا لما نكون عم نشتغل ما نمسك موبايلنا ابدا الا للضروره، مثلا او اتصال او زبون او اي شيء مثلا ضروره كثير. هاي بالمرتبه الثانيه. ثالث شغله شباب اللي هي لازم نفهمها كمان، انه نحن ما لازم نحكي كثير. يعني ما لازم نحن مثلا نحكي غير الكلمه اللازمه مع الزبون. ما في داعي لانه نفتح مواضيع كثير ونحكي قصص وشغلات وعملات وهي قصص. ما انك مضطر ابدا. انت بفوت لعندك زبون، اهلا وسهلا تفضل، نقعدوا على الكرسي، نفهم شو بده يقص، نفهم شو بده يشتغل، وبنحكي فقط لما الزبون بيسالنا. طبعا هاي الشغلات شباب انت اذا انت حابب تكون حلاق محترف، حلاق ملتزم، حلاق بدك تلم زباين، بدك تركز بشغلك. انت انسان عم تشتغل حلاقه تفاصيل، بدك تنتبه انه خلص انا ما بدي امسك جوال، ما بدي احكي، نفسيتي بدها تكون تمام، بده يضل الزبون بده يضل حاسس براحه نفسيه عندك باي طريقه كانت. هاي في حال انت بدك تكون محترف وبدك تكون بدك تلم زباين وبدك تشتغل وبدك تعمل اسم وسمعه حلوه. تمام شباب؟ هاي المرتبه الثالثه اللي هي انه نحن ما لازم نحكي كثير وما لازم نحكي غير يعني لما الزبون شو بده، ونشتغل دائما شباب نشتغل على طلب الزبون. الزبون شو بيطلب، شو بده، شو حابب يشتغل، بدقنه، بشعره، بحواجبه، شواربه، شمع ما شمع، كل هذا الحكي نحن لازم نفهمه، لازم نشتغل مثل ما بده الزبون. يعني انت ما فيك تتعلم مثلا بس تدريج نمط واحد نفس النمط لكل الزباين، لا ابدا، ما راح تكون محترف انت هيك ابدا. دائما شباب لازم نشتغل مثل ما بده الزبون. ليش؟ نحن لما نشتغل مثل ما بده الزبون نحن راح هذا الحكي يساعدنا نطور من حالنا اكثر بالمهنه. تمام شباب؟ بتمنى تحفظوها لهي، انه نحن لما نشتغل مثل ما بده الزبون ونتحمل نقه. دائما النق شباب وحكي الزبون كثير مهم وكثير مفيد. هلا العالم كلها بتكرهها تقريبا، اغلب الحلاقين بيكرهوا نق الزبون، بس على فكره نق الزبون هو كثير مهم بالنسبه انت لك كحلاق مبتدئ او كحلاق بدك تصير محترف. انت لازم تتحمل الزبون باي طريقه كانت.
تمام شباب. رابع شغله شباب اللي هي نحن لازم نتقيد فيها كثير اللي هي الالتزام بالمواعيد. دائما نحن لازم نلتزم بمواعيد الزبون. يعني الزبون لنفترض حجز الساعة 12 او الساعة لنفترض حجز بساعات الصباح، الساعة 8 الصبح، 9 الصبح، 10 الصبح. نحن لازم نلتزم شباب بهذا الموعد. نحن يعني دائما الزبون لما يحط موعد مثلا بيكون هذا انسان عنده بزنس، عنده شغل، عنده يعني هو خلص معه بيعرف انه مثلا معه من ال10 لل11 بكير، انه خلص هذا الوقت هو لازم يحلق فيه، كرمال عنده شغل، عنده مشروع تخرج، عنده شيء، عنده يعني عنده التزامات بحياته. فدائما نحن لازم نلتزم بهذا الموضوع كثير كرمال الزبون يرتاح معنا اكثر واكثر ويصير عندك زباين اكثر انت بالمهنه، وكرمال يعني يشوفك انه انت ملتزم، انه انت انسان خلص ملتزم، حابب شغلك، امورك كلها تمام، خلص كرمال يثبت عندك ما يقتنع بحدا ثاني. الزبون دائما شباب بهمه المعامله تكون تمام معه. تمام شباب، لازم نلتزم بالمواعيد. يعني الزبون ما بهمه انت سهران لايمت لحتى ما فقت على موعده، او ما بهمه مثلا انت شو صار معك. دائما لازم انت تفكر بوقتك وكيف بدك تستثمر وقتك وكيف ما تاخر الزبون. وبحال اذا الزبون تاخر كمان على موعده ما في داعي نحن نتذمر عليه ابدا، او مثلا نحكي معه بطريقه ما منيحه ابدا. خلص ولا يهمك، تاخرت فداك، الموضوع شوي راح يلبكنا. تشرح له يعني هلا الزبون لنفترض حجز الساعه 10 بكير وهو اللي تاخر، انت مانك متاخر، تاخر لنفترض نص ساعه، اجاك 10 ونص وانت 11 عندك زبون. فهون شو بتعمل انت؟ انت بتحطه بالصوره للزبون، بتقول له انه انا انسان معي نص ساعه وعندي زبون بعدك، ممكن يعني تعذرني اذا انا اشتغلت بسرعه شوي، او بنأجل الموعد لوقت لاحق. تمام شباب؟ اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه اليوم. انا الكوافير رام بقدم لكم محتوى تعليمي عن كل شيء بخص الحلاقه، وان شاء الله راح يكون في بالايام القادمه كل شيء بخص المهنه، وراح اجيب لكم قصص غريبه وقصص شغلات وقصص صايره معي انا، وان شاء الله ما راح نقصر بحد. بتمنى توصلوا لنا هذا الفيديو 200 لايك بما انه نحن بالبدايه، وان شاء الله تكون الامور كلها تمام ونكبر فيكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم الكوافير رام.